الطلاق نهاية ولا بداية؟ ايه اللي بيحصل في المجتمع المصري؟ من الآخر، ليه بقينا نسمع كل يوم عن الطلاق؟ وازاي بقى الانفصال أسهل من إننا نحاول نصلح؟ هل احنا بقينا بنجري ورا سعادة شخصية حتى لو على حساب أولادنا وأسرتنا؟ هل الجواز فقد قيمته تماما؟ ولا احنا اللي بقينا فاهمينه غلط تماما؟ ويا ترى بقى هل الطلاق فعلا الحل؟ ولا هو مجرد وسيلة هروب مشاكل ودخول مشاكل أكبر؟ طيب والطفل اللي بيصحى من النوم مش لاقي أبوه، واللي بيسأل هو بابا فين، هنجاوب عليه بإيه؟ والمجتمع، مجتمع قائم على العيلة بقى قائم على الفرد، هل ده كده التطور ولا بداية انهيار بطيء؟ بس احنا مش واخدين بالنا. النهاردة مش جايين نهاجم حد، ولا جاي أقول الطلاق 100% غلط ومحدش يتطلق، لا، أنا جاي أسأل معاك ونفكر سوا، هل إحنا ماشيين في الطريق الصح ولا محتاجين نقف ونراجع نفسينا؟ هل الطلاق دايما فشل وعلامة فشل؟ بصراحة الإجابة لأ. في حالات بيكون الطلاق هو الحل الوحيد، زي العلاقة اللي فيها عنف، اللي فيها إهانة مستمرة، أو مليانة خيانة متكررة، أو مجرد استحالة العشرة. العلم بيقول إن العيشة في بيئة سيئة زي دي أخطر بكتير من خطورة الانفصال. لكن بصراحة بقى وبأمانة، المشكلة الحقيقية إن كتير من حالات الطلاق مش كده خالص ولا مبنية على المشاكل دي. طب إمتى يكون الطلاق حل؟ خلينا نكون صراحة مع بعض، مش كل الجوازات تنفع تستمر. في حالات الطلاق فيها رحمة، مش علامة ضعف ولا فشل في العلاقة. طب ليه بيقولوا دايما إن الطلاق دي نتيجة قرار متسرع؟ هل هو فعلا قرار متسرع؟ هو كتير بيكون لما القرار بيتاخد على كلمة زهق، اختلاف بسيط، أو كلمة مش مرتاح، من غير محاولة حقيقية للإصلاح. الجيل الجديد بقى عنده استعدادية ينهي العلاقة بسرعة جدا بدل ما يتعب نفسه ويصلحها. النهاردة بيقولوا إن مفهوم أنا مش سعيد كفاية لهدم البيت، هل ده صح؟ السعادة مهمة لكن مش لوحدها، في حاجة اسمها مسؤولية، التزام، تضحية. الجواز مش مجرد إحساس، وما ينفعش يتبنى بس على مشاعر. الجواز مشروع بيتدخل فيه ناس كتير وبيأثر على ناس كتير، وأي قرار كبير فيه ما ينفعش يتاخد من شخص واحد للاحتفاظ على مشاعره هو. طب إيه تأثير الطلاق على الأطفال؟ خلينا نخش في أخطر نقطة، الأطفال. ويا ترى هل فعلا الأطفال بتتأثر بالطلاق؟ للأسف العلم النفسي كله أثبت إن الإجابة وبشكل عميق جدا. كل الإحصائية والدراسات أثبتت إن الطفل اللي متربي في أسرة منفصلة بيعانوا بنسبة عالية جدا من القلق، الاكتئاب النفسي، مشاكل في السلوك، وضعف شديد في الثقة بالنفس. ومش بس كده، ده كمان بيأثر على علاقاتهم هم في المستقبل. طب ليه هو غياب الأب بيعمل إيه؟ مش الأمهات النهاردة بتقول بنعرف نربي لوحدينا؟ غياب الأب مش مجرد شخص غاب من البيت. الأب لو غاب بيغيب الأمان، بيغيب القدوة، وبيغيب التوجيه. كتير من الأطفال بيكبروا حاسين بالنقص حتى لما الأم تعمل لهم كل حاجة. المشكلة إن الجيل الجديد فاكر إن دور أب أو دور أم ممكن يتبدل أو يكمل من طرف واحد، لكن الحقيقة العلمية الأم مش بتتبدل ولا الأب بيتبدل، هما بيكملوا بعض، وما ينفعش حد فيكو ياخد دور التاني. مهما حاول دايما هيكون في حتة ناقصة، جزء مش قادر يقوم بيه. طب الخناقات المستمرة اللي بتتم في البيوت النهاردة مش دي أخطر من الطلاق؟ بص، أحيانا الأطفال لما بيعيشوا وسط بيئة خناق يومي بتبوظ نفسيتهم. لكن أعيد تاني، الحل مش دايما الطلاق. الحل الأول لازم يكون تجربة إصلاح، يعني الطرفين الكبار لازم يكون عندهم استعداد إنهم يغيروا من نفسيهم، يضحوا عشان خاطر بيتهم، وييجوا على نفسهم عشان خاطر الأطفال. الطلاق بيحل مشكلة شخص ويخلق مشكلة في البيت. طب إزاي الطلاق بيأثر على المجتمع ككل؟ خلينا نبص للصورة الكبيرة. لما الأسرة تضعف المجتمع كله يضعف معاها. الدراسات والإحصائية كلها أثبتت إن زيادة الطلاق في المجتمع مرتبطة بزيادة الإجرام، ضعف الترابط الاجتماعي، مشاكل اقتصادية زايدة، وأجيال غير مستقرة نفسيا. كل ده اتغير في جيل واحد؟ طب إزاي؟
زمان كان في صبر، كان في تحمل ومسؤولية، وكان في قيم عالية للعيلة. دلوقتي بقينا عايشين في عصر الفردية، سرعة القرار، مقارنات مستمرة، اهتمام بالسعادة الشخصية والأنانية. في ناس تقولك التأثير جه من السوشيال ميديا، ولا شك دوره في تدخل البيوت وتدميرها معروف. السوشيال ميديا بيبين صورة خيالية غير واقعية، وبتأثر على نفوس ضعيفة بسهولة. بتخلي كل واحد يقارن حياته بحياة شايفها في الشاشة، ملهاش أي واقع ولا علاقة بحياته، ولكن بتأثر على نفسيته في بيته وتزود خلافات ما كانتش موجودة قبل كده. بقينا بنقارن حياتنا بحياة مثالية وهمية، وننسى إن الواقع محتاج مجهود. طب ليه لما الطلاق بيحصل بيقولوا إن الحياة انتهت؟ الحياة ما انتهتش مع الطلاق، لكن البداية الجديدة لازم تكون فيها وعي مش هروب. إزاي أبدأ حياة جديدة بعد الطلاق؟ أول حاجة لازم تفهمها هي نفسك. إيه اللي كان غلط وإيه اللي اتعلمته؟ مش تدخل علاقة جديدة تهرب من الآلام. للأسف معظمنا وقت الانفصال بنطلع نفسينا ضحية كاملة، ونرمي اللوم كامل على شريك حياتنا. أنا اخترت شريك حياة غلط، أنا متجوز واحد ظالم، جوزي توكسيك ونرجسي، مراتي مش مطيعة. لكن في الحقيقة بقى مفيش طرف بريء 100%، وده مهم جدا عشان دخول علاقة جديدة بعد الطلاق ممكن يؤدي بسرعة لإعادة سلوك من غير تحسينها ولا تعديلها. الإحصائية كلها أثبتت إن الشخص اللي بيتطلق لو ما اشتغلش على نفسه وراجع شخصيته وغلطاته ودخل علاقة جديدة بنفس الفهم ونفس التفكير ونفس السلوك، نسبة الانفصال بتكون لحد 70% متأكدة، لأنه ما تعلمش من غلطات نفسه. طلع من العلاقة مجرد بجمل اللوم وإحساس بأنه كان مظلوم وأنه يستاهل أحسن. ابدأ بنفسك، عالج جروحك وطور من نفسك عشان ما تكررش الغلطة تاني. طب إزاي نلاقي توازن بين العلم والدين؟ العلم بيقول التواصل مهم جدا، وعلاج الأسرة بيفرق جدا، وإن الوعي العاطفي أساسي. الدين بيعلمنا الصبر، الإصلاح، والحفاظ على الأسرة. الاتنين مش ضد بعض، الاتنين بيكملوا بعض. قبل ما تتجوز لازم تتعلم كويس يعني إيه علاقة، إيه دورك فيها، إيه مسؤولياتك، وطبعا إيه حقوقك. وبعد الجواز ثقافة الحوار، ولو عندك مشاكل استشارة متخصصة. وقبل الطلاق محاولة جد للإصلاح. مش كل حاجة بتتحل، لكن لازم تحاول بجد. خليني أسألك سؤال أخير، أنت عاوز ابنك أو بنتك يعيش في بيت مستقر ولا في صراع دائم؟ أنت عاوز تبني ولا تهدم؟ صحيح الطلاق مش دايما النهاية، ولكن مش دايما البداية. هو قرار ممكن ينقذ حياتك وممكن يدمر أجيال. احنا محتاجين نرجع نفكر، نرجع نوازن، ونرجع نفهم إن السعادة مش أنانية. السعادة الحقيقية إنك تبني حاجة تعيش، مش حاجة تخلص لما أنت تزعل. إحنا صحيح اتأثرنا بثقافات تانية، لكن لسه عندنا فرصة نرجع للقيم، للدين، للوعي والمسؤولية. ومش عشان الماضي كان أفضل، لكن عشان المستقبل محتاج يكون أفضل. ولو الفيديو ده خلاك تفكر حتى لو دقيقة واحدة، يبقى احنا بدأنا خطوة صح. اكتب لي بقى في الكومنتات، هل الطلاق في رأيك بقى حل ولا احنا محتاجين نعيد حساباتنا؟ وافتكر دايما اي قرار بتاخده النهاردة ممكن يغير حياة طفل بكرة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده الطلاق نهاية ولا بداية؟ من الآخر